السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمست فول في البيت وبجد طلع فظيع قوي قوي. قلت بقى بمناسبة العشر الأوائل من ذي الحجة وصيام وبنحتاج لفول وكده، قلت بس أنا هدمس فول في البيت وأنا وحظي، والحمد لله طلع حلو جدا جدا جدا. وقبل اي حاجه سوري قوي على التصوير، انا ما دققتش في التصوير قوي، قلت عشان مش محتاج، الموضوع بسيط جدا فوق ما تتخيلوا، ومش محتاج ان انا اصور المقادير لوحدها. انا نقعت الفول لمدة 8 ساعات في المية، وبعد 8 ساعات جبت حلة وحطيت فيها مية وسبتها لحد ما غلت كويس قوي. انا عاملة نص كيلو من الفول، وبعد كده حطيت عليها كوباية من الحمص وكوباية من العدس الأصفر، وبشرت جزراية. الجزراية انا بشرها كبيرة، ممكن تعملي 2 صغيرين بس. وقلبتهم وجبت طماطمية وحطيتهم، شلت بس الراس من فوق وقمت حطاها، وجبت ليمونتين قطعتهم 4 كده وحطيتهم في المية معاهم. وهاتي كركم على معلقة صغيرة، طرف معلقة صغيرة، وحطيها عليهم وقلبيهم بقى كويس قوي مع بعض. وبس كده، دي مقاديرنا. يبقى الفول، الحمص، العدس الاصفر، الطماطم، الليمون، الكركم على طرف المعلقة الصغيرة. بجد حلو قوي قوي، واوعي ما تحطيش ليمون، الليمون بيديله طعم فظيع، حلو جدا جدا جدا. بس كده خلاص، هاتي الغطا بقى واقفلي عليه كويس جدا. هنا تقريبا من بعد ما عدى عليه 5 ساعات كانت المية بتاعته لسه خفيفة. شايفين المية بتاعته خفيفة ازاي؟ لا، انا عايزاها تقيلة اكتر. وشوفيه استوى لسه ولا لا. هنا بقى هتزودي بشوية مية لو لسه ما استواش، بس المية اللي هتزوديها تكون سخنة، مش مية فترة ولا مية باردة، لا عايزينها سخنة عشان الفول ما يجلدش منك. ويغطي عليه ويسيبيه. كان قاعد معايا تقريبا على النار 6 ساعات. ولو عندك حلة بريستو اللي هي الحلة الضغط، طبعا عدد الساعات هيبقى اقل كتير قوي. شايفين القوام بتاعه زي الجاهز، واحسن وانضف كتير قوي قوي من بره. كله خلاص داب على بعضه، الليمون داب والطماطم دابت والعدس ما عادش باين اصلا، والحمص برضو دايب خالص، والفول هتلاقيه دايب برضو. انت سيبيه على النار لحد ما تلاقيه كده داب معاكي. وشايفين المية بتاعته تقلت ازاي، زي الجاهز واحسن كتير كتير قوي قوي من بره. بجد اعمليه وجربيه، هتلاقيه حلو قوي قوي وسهل وبسيط زي ما انتوا شفتوا كده. هنا بقى بعد ما حطيت عليه زيت الزيتون والملح والكمون والليمون، والطبق ده من بعد ما هرسته بالشوكة. اتهرس معايا طبعا بسهولة قوي عشان كان مستوي معايا كويس قوي. ومعلش على التصوير، زي ما انتوا شفتوا كده مش محتاج دقة في التصوير، والمقادير واضحة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة. وحاجة نسيت اقولها، ان الفول لما يبرد هيتقل كمان اكتر. وكل سنة وانتم طيبين وبألف خير. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. باي باي.